كله بيتكلم عن التنشيف وخسارة الوزن وازاي تخس، لكن محدش بيتكلم عن الضخامة وازاي تزيد وزن تعمل بالك وازاي تطبقه صح. بص، في الأول عندك نوعين، واحد اسمه كلين بالك أو ديرتي بالك. الديرتي احنا أصلا مش هنعتبره دايت، عشان انت حرفيا انت بتدخل فيه كمية أكل، وأي أكل بقى، سكريات، دهون، أيا كان. فاحنا النهارده هنتكلم عن الكلين بالك ونطبقه ازاي صح. وبرده انت ما ينفعش تفضل ماشي طول السنه على طول دايت تنشيف بس وقاعد تخس بس، لازم كده كل فتره تعمل بالك، تزود اكلك شويه. ولما بنيجي نعمل كلين او لين بالك برده احنا بنحسب سعرات الاكل اللي بناكله، مش بنمشي الموضوع عشوائي، عشان صدقني اي حاجه بتعملها عشوائي ما تستناش منها النتيجه اللي ترضيك. طيب في الاول هنبدا نحسب سعرات الثبات بتاعتنا او المينتننس بتاعنا، ونزود عليه تدريجي من 300 ل 500 سعره، بلاش نزود كتير قوي مره واحده. بعد كده ممكن كل مده اسبوع او اسبوعين او 10 ايام على حسب جسمك بيستجيب ازاي، ممكن نبدا نزود 100 ل 200 سعره كمان. وطبعا لازم يكون الاكل صحي، يعني بلاش جانك فود كتير، بلاش مثلا سكريات كتير اكل من بره، وخلي مثلا الكارب والنشويات والحاجات دي تكون معقده عشان صحتك انت، حتى كمان لما تيجي قدام تبقى عايز تنشف تاني يبقى الموضوع سهل. ونقطه مهمه جدا كذا حد بيعملها وبيعديها وبشوفها، ان هو بيفوت الكارديو في فتره الضخامه. طب انت الكارديو هيفيدك جدا، وكمان ممكن تقلل شدته شويه، لكن ما تلغوش خالص. وبكده نكون اتكلمنا عن الموضوع باختصار شويه. لو عندك اي سؤال ممكن تسيبه في الكومنتات تحت، او لو حابب تسال على انظمه مخصصه ليك سواء كلين بالك او تنشيف ممكن تبعت لي مسج على اكونت الانستجرام، وهسيب لك لينك التسجيل في التدريب الاونلاين في الديسكريبشن تحت. استنى الحلقات الجايه.